زوج يقتل زوجته بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وأنهى حياتها أمام أعين أولادها بكل وحشية، واتنزعت منه الرحمة والإنسانية. أيا كان الخلاف بأي حق إنك تقتلها. كل ده كان بسبب خلافات زوجية. قبل وقوع الجريمة بأسبوع حصل شجار بينهم، كتفها هو وأهله ومضوها على تنازل عن كل شيء. مضت بمقابل إن هو يسيبها تعيش مع أولادها، تخرج من البيت تروح بيت أهلها. وبالفعل خرجت وراحت بيت اهلها، بس قبل ما تخرج خلاها ركعت قدامه وعلى الارض، ومضت تنازل عن غصب عنها عن كل شيء، وفي محضر معمول بالواقع. وبعد ما سابت البيت راحت بيت اهلها، اتهجم عليها وقتلها امام اعين اولادها وامها، وقال لامها اهو قتلتها لك. حقيقي بجد حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعت روح وضيعت نفسك وضيعت اولادك اللي هيعيشوا طول حياتهم ومكسورين ونفسيتهم صعبه بسبب اللي حصل قدام عينيهم، وفقدانهم لامهم بهذه الطريقه البشعه، وهيعيشوا بوسمه عار ان ابوهم اتسجن واتعدم بسبب قتله لامهم. انتوا متخيلين الوجع والالم والاذى النفسي للاطفال؟ كم جريمه حصلت بالشكل ده؟ وكل ده اللي بيحصل يا ترى بسبب ايه؟ هل هي سوء تربيه ولا عدم معرفه الناس باصول دينهم؟ رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام قال: لو كنت امرت احدا ان يسجد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ولكن هنا الحديث ينطبق على الزوج اللي على خلق، اللي بيراعي ربنا في بيته وزوجته، الزوج القوام اللي بيصلي بيتقي الله في افعاله وفي اقواله، مش اللي بيهين وبيضرب وان هو وبيشرب منكر وبيخون وبيزني وبيعمل كل الفواحش ويقول لك اصل رسولنا الكريم امرنا ان تسجدي ليا. لا، بتسجد للشخص اللي بيتقي الله، وحط تحتها 1000 خط، لان احنا مش بناخد من الدين اللي على هوانا واللي مزاجنا بس. ربنا بيقول: وجعل بينهم مودة ورحمة. يعني الطاعة واجبة على الزوجين والحب والمودة، لكن احنا للأسف بقينا في زمن كل حاجة وعكسها إلا من رحم ربي. حقيقي الواحد حزين على اللي بيشوفه واللي بيسمعه واللي بيحصل واللي هيحصل. هنفضل في الكوارث دي لحد امتى؟ الناس بجد خلاص مش بتفوق من غفلتها ولا بيرجعوا لربنا. يا ريت نفوق قبل فوات الأوان. ونصيحة لكل الأهالي اللي بتتدخل في مشاكل الزوج والزوجة: يا ريت نتقي الله. عندكم كلمة حلوة قولوها، ما عندكوش يبقى يا ريت بلاش تتدخلوا في حياتهم، لأن بيحصل طلاق وقتل وسجن، كل ده بسبب الأهالي. وبنرجع نقول يا ريتنا. هو ده للأسف اللي بيحصل. ويا ريت تسألوا كويس قوي على الشخص اللي هيتجوز بنتكم، وعلى الشخص اللي هو هيكون محترم ولا لا، بيصلي ولا لا، بيتقي الله وهيكون على خلق ودين ولا لا. هو ده اللي بيعيب الراجل، مش جيبه زي ما بيقولوا. يا فرحتي اتجوز واحد معاه فلوس لكن ما عندوش اخلاق ولا دين ولا تربيه. حقيقي الواحد حزين على كل اللي بيحصل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لان بجد خلاص الواحد تعب من كتر اللي بيشوفه واللي بيسمعه.